كما عودناكم في برنامج الديوانية نحن نبحث عن المشاكل أينما وجدت عسى نجد حل لدى المسؤولين. نحن في الديوانية نضغط على الجرح ليس للإيلام أو الألم، لكن لننظف هذا الجرح من الصديد الذي علق عليه منذ زمن. اليوم ديوانيتنا متخصصة عن الإخوان البدون، معاناتهم، مطالباتهم، حقوقهم وواجباتهم. عزيزي المشاهد، يسرني أن أجتمع بهذا الجمع من الإخوان المهتمين في قضية البدون. بداية أحمد تميمي رئيس لجنة الكويتيين البدون. شلون جتك هالتسمية هذه الكويتيين البدون؟ يعني مصر انهم كويتيين؟ نعم بالضبط. هو طبعا قبل قانون الجنسية سنة 59 كان الكل بالكويت كويتيين، لكن بدون جنسية، كلهم كويتيين لكن بدون جنسية. لما نجت الجنسية بدون ورقة ثبوتية قصدك؟ بالضبط، بدون ورقة ثبوتية تثبت انهم يعني عندهم جنسية، لكن كلهم بالطبع كانوا كويتيين. لما نجت الجنسية وصدر قانون الجنسية صار في عندنا نوعين من الكويتيين، كويتي يحمل جنسية وكويتي ما يحمل جنسية، أي بدون جنسية. فمن هذه يعني استسقنا هذه التسمية. وكذلك الدوائر الحكومية بعد ما كانت تكتب لنا أو لآبائنا وأجدادنا كويتيين، بالتالي تغير المسمى إلى بدون. معناته شنو؟ يعني كويتي لكن بدون جنسية. من هنا يعني استسقينا التسمية هذه. يعني الحين تقول اجدادنا وابائنا، انت برايك حتى اجدادكم كانوا سكنوا الكويت مثلا؟ بالضبط. احنا يعني انا لعلي تكلمت في احد الندوات وبينت ان الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله عليه لما سئل في برنامج اذيع سنه 75 وموجود الان على اليوتيوب عن القبائل او اهل الباديه اللي كانوا يدافعون عن اهل الكويت في الحروب القديمه وكذا، يعني حتى قبل حرب الجهرة اللي صارت سنة 20 ذكر القبائل، يعني هذه هي القبائل هي الموجودة الآن اللي تسمى بالبدون. قال قبيلة الشريفات، وقال قبيلة البدور، وقال قبيلة الجوارين، وشمر وعنزة وظفير اللي ينتمون لها، كذلك الفضول اللي ينتمون لها تقريبا معظم أبناء البدون اليوم. قال هذا أنا ما أختلف معك، يعني أنا شمري كويتي، زين. قد يجوز ان ابن عمي ساكن في العراق مثلا او ساكن في السعوديه، مو كل شمر بالضروره انهم يكونوا كويتيين. كلام سليم، لكن في شمري عاش هنا عنده ثبوتيات تثبت انه من هذه الارض. عرفت شلون؟ عنده اوراق قديمه، عنده شهود. انا التقيت مع ولد الفريح المهوس اللي كان والده امير الجهره. بالضبط، امير الجهره. وشيابنا وابائنا واجدادنا عندهم شهادات ثبوتيه تثبت انهم كانوا مستوطنين في هذه الارض، يعني اللي تمتد من وارا الى كاظمه تقريبا. وكانوا هم الدرع والحصن الحصين، مثل ما قال الشيخ عبد الله الجابر لاهل الكويت لاهل السور، كانوا هم الدرع الحصين. كانت تسبق معركه الجهره غزوات كثيره وحرب فجائيه، او مثل ما يعرف بحرب الفجأة هذه او الغزوات السريعه هذه، فكانوا يتصدون لها اهل الباديه اللي هم اهلنا. زين، اسمح لي، يعني اهل الباديه وانا واحد منهم، انهم موطنهم هو العشب والماء. قد يجوز يتجولون من السعوديه الى العراق لانهم كلهم عندهم غنم وحلال، فيمشون وراء العشب ويمشون وراء الماء. اتفق مو مستقرين يعني في الكويت. انا اتفق معاك بهالكلام هذا، لكن بعد ما رسموا الحدود وبعد اتفاقية سايس بيكو اللي ألزمت الدول العربية بترسيم الحدود، كانوا هذه الفئة من الناس. يعني أنت من ساعة ذكرت أن شمر موجودين بالعراق وموجودين بالسعودية وكلامك سليم، لكن هذه الفئة اللي احنا قاعدين نتكلم عنهم اللي عندهم ثبوتيات وعندهم شهادات من أمير الجهر السابق، لا زالوا اليوم هم موجودين، هم أبنائهم يعني بدون جنسية. قد يكون لأمر ما يعني ما راحوا حق لجان الجنسية اللي فجأة فتحت هاللجان وسكرت بسرعه، فكانوا مشغولين بحلالهم، كانوا يعني مثل ما تقول بدو رحل، ما يهتمون لهذا الامر. بعدين اغلقت هذه اللجان، فاغلق مع مصيرهم اللي اليوم للاسف ما راى النور. شكرا لهالتوضيح. نواف البدر، انت نائب رئيس لجنه الكويتيين البدون، امين سر لجنه البدون للكويتيين البدون. تحدثنا عن معاناه البدون اللي اكيد انت تلامسها. يعني في البداية نرحب بقناة العدالة وفيك دكتور جاسم، بس قبل ما أنا حاب أوضح على نفس النقطة اللي وضحتها بخصوص أن قبائلنا بدوا يرحلوا ومن هذه الأمور. الفقرة الدال من المادة 25 في الدستور الكويتي
كانت تنص ان البدو الرحل يترحلون بين الكويت والسعوديه والعراق بدون نظام اقامه او قانون اقامه، فكانوا اجداد البدون من هذه الفئه اللي كانوا رحل، الى ان جاءت اتفاقيات اللي ذكرها احمد تميمي تقسيم البلد، فصار البدوي تلاقين جزء اخوانه هني عيال عمه هناك، فالبدون من هذه الفئه، فهذه الماده هي اللي سمحت للبدون يترحلون دون قيود من ناحيه قانونيه، من ناحيه قانون اقامه وغيره. فبخصوص انا هم ذكرت انا ما لي شغل بتنقلهم، انا لي شغل انهم هل ثبت انهم مستوطنين في الكويت ولا مستوطنين من العراق الى السعوديه الى الكويت؟ لا حسب ثبوتيات البدون، حسب املاء تملكهم للاوراق والمستندات الرسميه، ان البدون موجودين من اول ما اساسا قامت دولة الكويت الحديثة اللي هي دولة دستورية مثل ما يقولون، ومن قبلها بدأت الثبوتيات في الخمسينات، هي بدأت الكويت فعلا تطلع أوراق رسمية، فغالبية البدون يحملون هذه الوثائق، وللأسف هذه الوثائق كان مكتوب فيها كويتي، ثم بادية الكويت، ثم غير كويتي، وحاليا مقيم بصورة غير قانونية، فمسميات البدون في السابق لها سبب، ليش كانوا يسمون يعني أحمد النائب الفاضل أحمد السعدون السابق سأل سؤال للحكومة وردوا عليه، قال لهم ليش كنتوا تسمون البدون الكويتيين في السابق؟ المادة المعروفة اللي أو النقطة المعروفة اللي هي خصوص توزيع الثروة النفطية في السابق أوبك كانت توزع على عدد مواطنينك لغاية سنة تعتقد بالثمانينات إذا ما خاب ظني، ماني ذاكر السنة 83 تقريبا، تغير النظام إلى نظام حصص، كل دولة لها حصة فلانية مختلف، فبعدها احنا نشوف بدأت معاناة البدون فعلا على طاري سؤال المعاناة، بدأت معاناة البدون في آخر الثمانينات وبعد الغزو بشكل أوضح، فلذلك البدون كويتيين، لكن للأسف الحكومة استفادت منهم ماديا عبر توزيع الثروات. هي أرض الكويت طبعا، وهي هذه الأرض اللي الأماكن البترولية أساسا هي أماكن عاش فيها أجداد البدون وآبائهم وقبائلهم. معاناة البدون معاناة يعني لا تعد ولا تحصى. إن جينا مثلا للأمور الصحية فالبدون يعني يكفي سوري على الكلمة، المستوى الصحي بالكويت أساسا نازل يعني هابط، فما بالك أن البدون يأتي اللي مو لاقي وظيفة يروح يدفع رسوم صحية، رسوم للمعالجه، تدفعون رسوم صحيه؟ نعم مثلكم مثل الوافد يعني طبعا، واضافه الى رسوم اللي هي الاشعه والفحوصات، هذه تكلف مبالغ كبيره يعني جدا على البدون، خصوصا رواتبهم الدنيا اذا لقوا وظيفه. هذه الناحيه الصحيه. الناحيه التعليميه للاسف المدارس التي تقبل البدون مستواها هابط جدا جدا جدا، خاصه طبعا المدارس الخاصه طبعا، البدون لا يقبل في المدارس الحكوميه. اضافه الى ذلك يعني حتى الصندوق الخيري الذي انشئ للتعليم البدون للأسف أصبحت بعض المدارس، هذه نقطة يجب أن تهتم لها الوزارة، بعض المدارس الخاصة الصندوق كان يدفع للمدارس الخاصة هذه تكاليف الطلبة البدون، لكن للأسف يفرض رسوم امتياز إضافية من عندهم، كل كورس تدفع 50 60. البدر أنا أتذكر أن قبل الغزو كانوا البدون يدرسون بالمدارس حكومية، شو اللي غير الوضع؟ والله هو بعد الغزو صار التغيير للضغوطات الحكوميه، لكن السبب الرئيسي مجهول. بس العلم عند الحكومه يعني انه ليش التغيير المفاجئ اللي صار قبل الغزو كافه البدون، هذا يدلنا فعلا قبل الغزو او قبل الغزو الغاشم اللي صار على الديره كان البدون معاملته كويتي، ان دخل الحكومه دخل السلك العسكري، يعني السؤال يفرض نفسه شلون انت تثق في البدون يحمي قصر الامراء، قصر الشيوخ، الاماكن الحكوميه، المقرات الرسميه، ثم تجي بعد الغزو علما يعني ان ايام الغزو كان دور البدون مشهود ما عليه اي غبار، يعني حتى تصريحات وزير الداخليه اللي هو رئيس الاركان السابق والقاده العسكريين لم يثبت ان جندي بدون واحد خان الوطن، جندي واحد بدون نتحدى اي شخص يثبت هذا الشيء، بل على العكس او حتى بدون عادي ما خان الوطن. الحمد لله، لكن احنا نتكلم كمن خدموا تحت لواء الجيش والشرطه وكانوا في الاماكن الرسميه، فهذه فراس البدر كلمنا عن معاناه البدون. والله معاناة البدون متنوعة، خصوصا المتسبب فيها اللجنة التنفيذية. شلون؟ طبعا تضع قيود وهمية مثل ما يقولون، قيود وهمية على البدون مزور، هدفها تشويه حقيقة البدون حتى يعطون معاملاتهم وما يصدرون لهم أي إثباتات رسمية. كيف شنو تقصد بمشوه يعني غير حقيقية مثلا؟ أكيد غير حقيقية. شنو الهدف منها يعني؟ الهدف منها تعطيل معاملات البدون، حتى يعني مثلا يتهمونك او القيد الوهمي يكون مثلا هذا الشخص على قيد انه من حاصل عليه له جنسيه عراقيه او سعوديه او ايرانيه. زين ما يجيبون الاثبات الجنسيه العراقيه؟ يا ريت يجيبون عشان تخلص هذه الفئه، انت ليش ظالم الفئه يعني؟ اكثر من 100,000 نسمه مثل ما يقولون ظالمينها، يعني يحطون عليهم قيود وهميه وما يثبتون هذا الشيء. عرفت؟ فما معلقين الناس مثل ما يقولون. عبد الله الفضلي تفضل.